السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس هانيين. ايوا الحمد لله، ان شاء الله بحول الله. اليوم عندنا واحد السوبه البنات، فيها المكون الاساسي ديالها هو البربر. البنات هذه السوبه هذه خاصه باوكرانيا بروسيا، وهذا السميه ديال هاد السوب سميتها بوش. يعني البنات المكونات ديالها هما هادو، وهذه هي كتكون من الاطباق الرئيسيه ديال هاد الدول هادو اللي هي اوكرانيا روسيا ماشي سوريا البنات. المهم ان شاء الله بحول الله المقادير اللي هما: عندنا هنا البنات البطاطا كنقطعوها مكعبات، عندنا الجزر اللي هو خصو يتحك، عندنا الملفوف اللي هو المكور خصو يتقرض، عندنا هنايا البنات البربه تقريبا هنا كاين عندي شي نص كيلو، ولكن كلشي كيبقى على حسب افراد العائله ديالكم. عندي هنايا جوج بصلات، عندي هنايا ورقه سيدنا موسى يعني ورقه الغار، عندي الزعتر، عندي مربع ديال هذا ديال التنسيم. اللي ما بغاش يدير ما يديروش، يديروا الطريفات ديال اللحم بلاصتو. عندي هنايا الزيت البلديه البنات، انا داير هنا غير 4 كاس. عندي هنايا البزار يعني فلفل الاسود، عندي الملحه، عندي قزبور ومعدنوس، عندي الثومه 3 الفصوص ديال الثومه، عندي هنا لا كريم، عندي هنا لا كريم فريش. يعني البنات اي نوع، ماشي ضروري هذه، ولكن هذه راه كتطلع كتعطي لذه زوينه ما شاء الله. عندي هنا هذه مطيشه ديال المعلبه، هانتوما البنات مطيشه المعلبه. المهم هادو هما المقادير ديال اللي عندي هاد الساعه ان شاء الله بحول الله. المهم انا غادي نحك الجزر ونقطع الملفوف ونحك البربه ونقطع البصله وهذا والبطاطا مكعبات، ونتلاقى معكم ان شاء الله. ياك البنات؟ يلا ان شاء الله. هذه لا سوب خطيره البنات، خصكم تجربوها، ضروري تجربوها. يلا البنات، هانتوما البنات من بعد ما حكيت الجزر وحكيت البربه يعني الشمندر، هانتوما الملفوف تا هو قطعته قطعناها صغيور. من بعد ما قطعت البصله والثومه والبربه نتوما البنات. المهم هذه هي الطريقه ديال التقطيع اللي غنديرو ان شاء الله. دابا نبداو في الطريقه ديال الطهي ان شاء الله. هنا البنات خديت طنجره، هي فيها الماء درتو يغلى. بالنسبه للماء درت فيه شويه الزيت، شويه الملحه، ورقه سيدنا موسى باش نسلق فيه البطاطا والمكوره البنات. هذه علاش درت هذا الماء. هذه الاكله البنات راه تيقولوا لها بورش خاصه باوكرانيا وروسيا. انا عاودت لكم السميه ديالها، نتمنى ان شاء الله ديروها تجربوها تردوا عليا في الكومونتير ديالكم، وانا متيقنه بانه غتعجبكم البنات. راه كطلع لذيذه وغزاله، جربوها على حسابي بحال دوك الشوربه ديالي درت معكم قبل. هنا البنات تندير المكور، هنا كلها كندير داك المكور كامل اللي وريتكم قبيله. ها نتوما البنات، هانتوما البنات في جهه اخرى شديت مقله حطيت فيها الزيت والبصله والثومه في نفس الوقت باش نربح الوقت شويه ديال الوقت البنات. كنخدمو هنا نخدمو هنا. هانتوما هذه المكور وهنا البصله. هنا البنات غنديرو داك الضامه ديال البنه، تبقى اختياريه، ولكن هي من الاحسن ديروا فيها الطريفات ديال اللحم ديال البقريه البنات، كتطلع بها واعره. صافي البنات. هنا كنضيفوا الزعتر البنات، ها هو كتحكوه بين يدينا. هانتوما البنات دابا كنحطوا الجزر على ديك البصيله يعني خيزو. في نفس الوقت هانتوما الطنجره اللي درنا فيها هذا المكور او الملفوف هو كيطيب حتى هو كيتسلق. المهم الطريقه كنديرو حتى يطيح شويه يدبل شويه داك خيزو. ان شاء الله نكملوا الطريقه. دابا البنات ان شاء الله غنزيدوا المكعبات ديال البطاطا يعني البطاطس. هانتوما شفتوا البنات،
هانتوما المهم درنا ديك البطاطا كلها اللي وريناكم هذا قبيله. ان شاء الله دابا ان شاء الله نزيدوا البربه البنات، نزيدوا البربه على الجزر، يعني البربه نزيدوا على خيزو. كاين اللي كيقول لي الشمندر، خواتنا في المشرق كيقولوا لي الشمندر. دابا البنات غنديروا البزار يعني فلفل الاسود، وغنديروا الملحه. هانتوما البزار والملحه، يعني الملحه والبزار كيبقاو على حسب الذوق ديال كل واحد فينا. ما تنساوش البنات، راه نسيت ما قلت لكم واحد المعلقه سنيده على خيزو يعني الجزر، نديروا عليه واحد المعلقه سنيده ان شاء الله، غير نسيت ما حطيتها في المقادير. نتوما البنات دابا غنزيدوا الصوص الطوماط. شفتوا البنات دابا تنزيدوا، خلطنا زينا معلقه واحده وخلطناها مع الماء، جوج معالق البنات ديال الصوص الطوماط. ذوبناها في الماء، حركناها مزيان وخزناها على الخليط. دابا البنات من بعد ما طاب الخليط ديال البربه، احنا دابا كنزيدو على البطاطا وعلى المكور يعني ملفوف، ونزيدو كامل البنات. شوفوا كي تيجي، المهم يطيب شويه عاود نتلاقاو بحول الله. هانتوما البنات دابا ان شاء الله غنزيدو المعدنوس والقزبور. شوفوا البنات كي دايرين، كي دايره هانتوما. من بعد غنخليوها البنات 15 دقيقه طيب الخليط كله مع بعضياته. هانتوما شفتوا اللون ديالو كي تيبان تبارك الله كيشهي البنات. البنات هكا تجينا للسوب ديالنا. بالنسبه لا كريم فريش راه غير كنزوقوا بها الطبق ديالنا في التقديم، يعني ما كنديروهاش طيب معاه ولا شي حاجه. هانتوما البنات شتي تبارك الله كتشهي، ما شهيتكم فيها البنات ما شاء الله. شوف المهم هذا هو الطبق ديالنا هذا النهار، اللي هو لا سوب ديال اوكرانيا وروسيا بورش. هذا لا سوب ديال بورش. المهم انا كنتعلم الروسيه البنات اوكرانيا. المهم تنقول لكم مرحبا بكم في قناه ملكه شانيل، وشكرا على التعليقات ديالكم، وشكرا على لي لايك ديالكم، على الدعم ديالكم، والمزيد ان شاء الله للقدام بحول الله. وصدقونا البنات راه كتجي بنينه ولذيذه. بالنسبه لديك ضماد البنه اللي ما بغاهاش يدير طريفات ديال اللحم، اي نوع ديال اللحم عندك متوفر، الا يعني اللحم يا غنم هذا يا بقري يا غنم يا بقر. المهم هذا هو الحل ديالها. المهم اللي غنقول لكم تهلاو في ريوسكم هاد الساعه، والله يعاونكم، ومرحبا بكم في قناه ملكه شانيل. باي باي البنات.